هنتمرن بعديها شويه سترينث. هنبتدي الاول بتسخين كده، حاجات عشان ركبي، عشان انتوا عارفين كان عندي اصابه، فبحاول يعني اعمل بري هاب حاجات قبل التمرين علشان ما اتصابش وكده. وبعد كده خلونا نشوف التمرين هتمشي ازاي النهارده، تبقى مختلفه شويه عن اللي انتم متعودين عليه، بس تعجبكم. نبتدي الاول بتسخين كده، حاجات عشان ركبي، عشان انتوا عارفين كان عندي اصابه، فبحاول يعني اعمل بري هاب حاجات قبل التمرين علشان ما اتصابش وكده. بنعملها التمرينه دي اسمها اي تي جي سبليت سكواتس. سبليت سكواتس بس ديب قوي، وبطلع بركبتي لقدام. هي كويسه قوي للني هيلث. لو ما بتعرفش تعملها كويس ما تعملهاش الاول بويت. وكمان ممكن تعلي رجلك، يعني ممكن تحط رجلك على حاجه اعلى تبقى اسهل، او ممكن تمسك حاجه بايدك تعمل بيها اسيستنت. بس لما توصل ان انت بتعمل بيها عدات هتحس ان انت ولا الموبيلتي بتاعتك احسن بكتير، وكمان السترينث في الاند رينجز بتاعتك احسن بكتير. تعالوا نشوف بتعمل ازاي. نعملها ريفرس نوردكس. برضو في الاول ممكن اعمل اسيستنت، ابقى ماسك باند او حاجه، ومش لازم انزل لغايه الاخر. بس انا دلوقتي يعني عشان بقى يعملها بقى لي فتره بمسك وزن خفيف 8 كيلو. بعد كده كل ما بتتحسن كل ما تقدر تزود وزن. اهم حاجه كور تايت، جلوتس تايت. كده خلصنا تسخين، هنبتدي التمرينه. التمرينه النهارده كلها ايزومتريكس. ايه الايزومتريكس؟ الايزومتريكس هي الانقباض مع الثبات. اي حركه فيها اي عضله بتعمل 3 حركات، يا اما ايسنتريك، يعني لو هنتكلم على البايسبس لو بنزل اندر لود بنزل بالراحه، ده اسمه ايسنتريك او نيجاتيف. ده اسمه كونسنتريك او بوزيتيف، ان انا بطلع. ده اسمه ايزومتريك، ان انا بثبت في مكاني. فاللي احنا هنشتغل عليه النهارده الايزومتريك كونتراكشنز. لو عايزين تعرفوا ليه حطوا لنا في الكومنتس، ممكن نعمل عليها فيديو مخصوص. الايزومتريكس 2 تايبس، حاجه اسمها اوفركامينج ايزومتريكس او ييلدينج ايزومتريكس. الاوفركامينج ايزومتريكس لما بتكونتراكت اجينست immovable object. يعني ايه؟ يعني مثلا بحاول ازق الحيط عمرها ما تتزق، او بحاول مثلا اشيل وزن اتقل من الوان راب ماكس بتاعي، كده كده مش هيتحرك. دي اسمها اوفركامينج ايزومتريكس. او ييلدينج ايزومتريكس لما بريزيست، او يعني بثبت في مكان بس انا اقدر احرك الوزن. يعني مثلا بثبت في البوزيشن ده في البول اب، انا اقدر اطلع شويه واقدر انزل شويه، بس بثبت في النص. تمام؟ دي اسمها ييلدينج ايزومتريكس. الايزومتريكس اللي احنا هنعملها كلها النهارده ييلدينج. انا بحب اكتر شويه اليلدنج ايزومتريكس لاني اقدر ابروجريس واعرف انا بتحسن فيها ولا لا، لاني ببقى حاطط وزن. عكس الاوفركامينج. الاوفركامينج برضو انت ممكن تحسبها بس بتحتاج ايكويبمنت مش موجوده حاليا معايا يعني. اللي بقدر اعمله ان انا بستخدم اليلدنج ايزومتريكس وبحاول ابروجريس فيها كل شويه الوزن اللي انا بثبته. اول حاجه نعملها النهارده سبليت سكواتس على كايزر ماشين. دي ماشين كويسه قوي، يعني هي مش موجوده غير في اماكن قليله قوي، منها فيت بوكس. فاونستلي اتس ا فيري جود بليس فور سترينث اند كونديشننج لفايترز. فلو انت فايتر وعاوز تعمل كامب لطيف كده ممكن تيجي هنا، يكون مكان كويس قوي. هنعمل نورديك هامسترنج كيرلز. هنعمل ايزومتريكس برضو، تمرينه صعبه شويه بس انتوا قدها وقدود. نعمل دلوقتي كيوبن بريس، تمرينه كويسه قوي للكتف والروتيتر كاف ماسلز. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي هنعمل هيب ابدكشن وادكشن لبره وادكشن لجوه عشان نقوي العضلات اللي حوالين الهيبس. دي عضلات مهمه قوي، اولا عشان الاصابات الام ام اي، تاني حاجه علشان الاستابيليتي. لما العضلات دي بتبقى ضعيفه ده ممكن ياثر على الركبه او على اللور باك. تالت حاجه عشان دي عضلات احنا بنستخدمها جرابلينج او في سترايكنج او في موفمنت حتى، فعضلات نجلكتد الناس ما بتهتمش بيها قوي. بس لو انت بتلعب ام ام اي او اي لعبه قتاليه حاول تدخلها دايما في التمرين. يلا بينا. احنا كده خلصنا التمرينه. لو عاوزين تسالونا على حاجه في التمرينه او عاوزين تشوفوا اساليب تمرين تانية حطوها لنا في الكومنتس. شكرا ليكم، سلام عليكم.